جماعة عاملين ايه؟ اخيرا فلوج طويل النهاردة ان شاء الله هيكون يوم حلو. اخدتكم في كام حاجة بس كده على السريع، بس انا عايزة ارطب وشي بسرعة عشان غسلت وشي وبجد الغسول بينشف بشكل مش طبيعي. ده لان هو بيعالج اثار الحبوب وكده فطبيعي ان هو يقشر وكده. هستخدم المرطب ده من ليبس. اوكي، تجربتي معاه كويسة، مش تقيل خالص على البشرة. حتى اختي بشرتها دهنية هتجيب زيه عشان خفيف جدا على البشرة وبيمتص بسرعة. المهم نكمل كلامنا. بقالي فترة مش هكدب عليكم مش بذاكر بجد. اوكي، بقالي فترة كبيرة مش بذاكر ومراكمة المنهج بشكل انتوا مش هتتخيلوه يا جماعة بجد. مراكمة قوي. عملت معاكم تحدي اللي هو اليوم الاول من لما نتراكم اليوم التاني اليوم التالت هنعمله النهارده. انا حاسه اني باخد نفسي بصعوبه اصلا. المهم هنعمله النهارده، هنذاكر، هنرجع نطلع شغل الدح اللي كان فينا زمان. انا اصلا ما كنتش اللي هو دحيحه، بس هو في تالتة اعدادي بس اللي انا طلعت كل طاقتي فيها، انما انا غير كده عادي يعني. ذاكر ايه بجد وجعني قوي. علوم متكامله مكتبش تدرس بصراحه، بس هنكتبها سوا وبس كده. كملوا اليوم معايا. دلوقتي الساعة 6 الصبح، افتكروا 6 الصبح. وماما الجميلة بتعمل ايه؟ افاجئكم بالمفاجأة الكبرى. ماما بتغسل، يس. وعلياء بتنشر، تقريبا كانت تنشر هنا، واختي ولاء كانت بتساعدهم. هما لسه بيساعدوا بعض دلوقتي. فانا مش عارفة، مش حاسة ان هو وقت مناسب للمذاكرة بصراحة. البيت كله صاحي اصلا، مش بيحصل كده كل يوم. هما بيناموا بعد السحور على طول او بعد ما نصلي الفجر بيناموا، بس مش عارفه مالهم النهارده كده كلهم صاحيين يعني. انا بنام معاهم اصلا، بنام بصحى اروح المدرسه. النهارده الجمعه، اوكي، عشان تكونوا عارفين. بس مش عايزه اساعدهم عشان مرتب هيمشي. انا حاطه لسه مرتب، مش هينفع احط ايدي في الميه. لك شو هاد. المهم راح احكي سوري عادي يعني. مش ما عم بيقولوا عادي، بيقولوا يعني يعني انا ما اختمرت يا جماعه، ما اختمرت، بس يعني لزوم رمضان وهيك. شو رح نعمل هلا؟ المغرب رح يأذن بعد ساعة ونص. ويت، عفري كتير 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 إله 3 سنين تقريبا تبلت الثانوية العامة، هيك بيقولوا تقريبا. ما بفهم الساعة هاي، لو 16 وهيك. نرجع نتكلم مصري. المغرب راح يأذن. لا، لزوم السوري لازق في دماغي. لسه سامعه بلوج واحده سوريه، فمش قادره. مشكله ليه انا بحب اتكلم سوري؟ لاني بحس ان اللغه خاصتهم كتير كتير حلوه وممتعه. يا طيب، على ما اظن 16 يعني الساعه 16 و32 يعني كام؟ من بعد 12 في 4 يبقى كده 4 و32. ما انا اشوف هنا ايه الغرب ده كله. 4 و35 ايوه. المهم النهارده الاذان هيأذن ساعة ونص والاذان يأذن، فانا اكيد مش هذاكر، او ممكن اذاكر واي نوت. بس الاحسن ان انا افهمكم بس التشالنج هيبقى عباره عن ايه. كنت احسن في السوري والله. المهم نكمل السوري. التحدي راح يكون عباره عن ان انا مش هذاكر حاجات معينه خلال اليوم. يعني مثلا مش هعمل جدول والتزم فيه، اقول لكم اعملوا جدول التزموا فيه. مش قادره بصراحه، مش قادره اصلا اخطط لجدول. ولكن هنعمل ايه؟ هعمل التحدي ده عباره عن ان انا كل يوم هذاكر كل يوم هذاكر 3 مواد. يس، 3 مواد هنذاكرهم كل يوم. انا بتكلم سوري. عارفين فيديوهاتنا احنا وزمان لما كنا بنتكلم بطريقه غريبه كده واحنا واطفال ونضحك عليها احنا وكبار؟ شبهها بالظبط. مش هاد. اوكي قعدنا هنا المفروض نعمل ايه؟ نذاكر. لفة الحجاب دي حلوة عليا ولا لا؟
عارفين الدرس ده اوكي ان شاء الله تكونوا عارفينه يعني. وصلت عند الايبادات في المحاضرة، حوالي عدت فيها ساعة فهكمل. ممكن دلوقتي الحق اخلص، ممكن مثلا منها نص ساعة، هي اصلا باقي منها نص ساعة او 38 دقيقة يعني، فان شاء الله الحق اخلصها يعني. خلاص وخلصت من المحاضرة الوقت ده يعني تقريبا باقي 10 دقايق او ربع ساعة، بس عايزة اروح اعمل معاهم السلطة او هعمل معاهم اي حاجة في المطبخ، عشان خلاص دلوقتي الساعة 5:36 او 40 اصلا في التليفون بتاعي، لان هنا مش مظبوطة، فباقي 8 دقايق فمش هينفع اكمل، وبعدين ارجع لكم تاني او بعدين ارجع اكمل مذاكرة تاني. اوكي يا جماعة، لا اثبت، اوكي بالراحة نهدى، الدنيا رمضان. اوكي يا جماعة فوقنا من اثبت، فوقنا من غيبوبة بعد الفطار. ايه ده ايه ده، ماشي اوكي. فوقنا من غيبوبة بعد الفطار، اكيد كلنا بندخل في غيبوبة، احنا وعايشين. المهم دلوقتي الساعة 10:15، بعد شوية هنعمل ديزرت حلو يا جماعة، هعملها معاكم، هقولكوا على الطريقة، لان دي احلى ديزرت ممكن تاكلوها في رمضان، لان انا غير رمضان مش بعمل فيها اي حاجة. بس اختي بره فهتجيب المكونات، بعد ما تجيبها يبقى نعملها وبس كده. ماشي يا جماعة الخير، بننور النور. اخ هاتك صداع، حد مديني قلمين هنا، نورت وطفيت النور وهذاكر في الضلمه، وفي احتمال ان انا اقعد على التليفون يعني، ما عنديش مشكله. استنى نشوف الساعه، نعمل الملايه. انا كل شويه بكون جايه اشرب، مش برضه اشرب على اعتقادي ان انا صايمه وكده يعني. نطلع طالب العلم الدحيح، ماشي. نبدأ نسمع المحاضرة دي بقالي فيها شهر تقريبا، ما بهزرش، انا ليا شهر في المحاضرة، وكل يوم بيحصل حاجة ما كملهاش، بجد لازم تحصل حاجة، لو ما حصلتش حاجة هحس ان في حاجة غلط في الموضوع. يا اخي بجد نفسي اخلص المحاضرة دي بجد. واحدة كاتبة كنت متابعاكي وجبت 138، مبروك، congratulation. بس كده. جابت الحاجة، المكونات جاهزة يا جماعة، تعالوا اوريها لكم. هما هيعملوا تشيز كيك، بس انا مش هعمل تشيز كيك، انا هعمل الترند اللي نازل جديد. عارفين الترند اللي هو بتاع الكريم كراميل ده، وتحطوه على لبن وتحطوه على نسكافيه، هحط لكم هنا اوكي. انا هعمل الترند ده، يس. مش عارفه جايبه الدكتور ده كله ليه، بس هم هيعملوا تشيز كيك ماليش دعوه. والديزرت اللي انا قصدي عليها هي التشيز كيك بس. لا مش هيعملوا تشيز كيك، هيعملوا حاجه تاني كده غريبه، بتعمل في طبق كده، بتبقى دي بعدين طبقه حاجه غريبه كده، وبعدين فراوله او شوكولاته اي حاجه. فكرتها لا مش هو ده، مش هو ده، مش هو ده، ما كانش قصدي على ده يا جماعه. جابت ده، انا ما كانش قصدي على ده. وجابوا، بس مش عارفه امسكها بايدي يا جماعه، جابت زبده، بس هما يعملوا بيها حاجتهم يعني، بس هي شكلها لونها اصفر كده. هعمل لكم ده اختراع. يا جماعه خلصت المحاضره اخيرا، خلي الحل بكره عشان المعلومات
نعمل لها استرجاع نشط وكده، نرجع لشغل المذاكره الذكيه. بس بفكر ان انا اذاكر ماده تاني عشان الامتحانات قربت اصلا، فعايزه اخلص بسرعه. بصوا يا جماعه، تمام، انا الحصه اللي فاتت كانت اول حصه ليا في الرياضه، كان تقريبا يوم الاحد، والنهارده زي ما قلت لكم يوم الجمعه. مش عارفه الحصه الجايه ملغيه ولا عشان العيد، بس بعيدا عن الموضوع ده مش هيأثر في مذاكره النهارده. انا الحصه اللي فاتت كانت زي ما قلت لكم اول حصه، فهم كانوا اخدنا درس المتجهات، وانا كنت رايحه مذاكره الدرس الاول بس في الهندسه، والمتجهات اصلا الدرس التاني. انا ما حلتش على المتجهات ولا ذاكرته في البيت. صوتكم يا جماعه. دلوقتي حاسه مش هينفع اسيب كل الدروس التانية واركز في الدرس اللي انا كده كده عارفاه اصلا، فهخليني في درس ضرب المصفوفات اللي هو الدرس الثالث في الجبر. بامانه مش عارفه هم وصلوا لغايه فين. لا 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 لا، خلاص انا عايزه اذاكر الحساب مثلثات، لاني مش مذاكره غير درس واحد بس. فهذاكر اللي هو حل المعادلات المثلثيه، صفحه 152. يا جماعه، مرحبا بكم في مطبخ بيتنا. هنعمل دلوقتي الديزرت. بصوا، انا مش هعمل، انا موطيه صوتي عشان أنا في المطبخ، واللي ظاهر ده صوت قرآن، اوكي. فالمهم ان انا مش هعمل اللي قلت لكم عليه في بدايه الفيديو اللي طعمه خطير ومعرفش. احنا دلوقتي هنفتكس افتكاسه وهنعمل حاجه جديده كريم كراميل اللي اختي جابته ده. هي جابته بالغلط، انا كان قصدي على ده. مش عارفه احط لكم الصوره ولا لا، بس ما كانش قصدي على ده. عامه هنعمل بالاتنين دول. هنعمل في الطبق ده، انا عارفه ان هو كبير بس انا مفجوعه شويه يعني. وهنستخدم البسكوت ده. انا مش عارفه اكسره ولا اخليه يعني سليم كده، بس بفكر اخليه زي ما هو عشان مش عايزه اشغل الهاند بلندر والكلام ده. مش عارفه استخدم واحده ولا اتنين. وطيت الاضاءه شويه عشان كانت ضربه. المشكله ان انتوا قاعدين موطين قوي، فانا حاسه اني مش قادره اوقف. خلاص مش هكسره وهخليه زي ما هو. انا عايزه اوطيها تماما من تحت. بصوا هي حتى الان شكلها كده على البسكوته دي بس، وهحط من الدانت ده هنا. ماشي، فهنحط من الدانت من ده، هنحط ده هنا، بس مش هنحط الكميه كلها. انا المفروض كنت صغرت الطبق شويه، متاكده ان هي فشلت عامه. لسه هحط طبق تاني. انا حاسه ان ده عك. طيب يا جماعه، هي فشلت عامه يعني. ثواني، ده شكلها. فانا هكسر البتاعه التانية دي، انا هكسرها بس مش هكسرها قوي يعني. ثواني هوريكم كده. تمام. الشكل ده، وهو لسه فيه هنا شويه كمان. هحط شويه، هو دي لسه فيه باقي، لسه عندنا علبتين. انا هعليها بدي عشان اكيد هنضطر نحط تاني. اوكي، بس انا هحطها في التلاجة شوية عشان يعني البسكوت يطرى شوية. شكلها يا جماعة اهو زي ما انتم شايفين، ولسه باقي شوية بسكوت وباقي شوية دانت. البسكوت هنا، بعدين هنا عندنا الطبق. انتوا ليه طلعتوا قدام قوي كده؟ ثواني. هنحط الكمية الباقية ونحطها في التلاجة. نفسي في ايه؟ نفسي اعمل ايه؟ نفسي ارسم ايلاينر. بجد نفسي ارسم. تيجي نرسم ايلاينر؟
ايلاينر. تيجي نرسم ايلاينر يا جماعه. على فكره مبدعه في رسم الايلاينر، ما اقولكمش بجد، ما بهزرش، مش بهزر، انا برسم حلو قوي. anyway نرسم ايلاينر ولا بلاها؟ يلا نرسم. مش هرسم ليه؟ لان انا مش قادره، بس انا نفسي ارسم. يلا نرسم. اوكي هجيب الايلاينر. جبت الايلاينر، هو من مش عارفه اصلا شغال ولا لا. يلا نرسم. بما ان الرينج لايت فصل، فبصوا صوت الشارع سيبكم منه. بدل ما نحط رينج لايت وانت اصلا مش هتشتغل، نحط دي انت. اوف يا جماعه تحفه. سمع حد بيشتمني بره او بيزعق بيناديني، مش عارفه، شكلي عملت كارثه شكلي كده. المطره بتمطر يا جماعه. اوكي بسرعه. هو فين المطره بجد؟ فين؟ انا هروح اشتمهم دلوقتي اكيد. هفتح على فكره، استنوا. يلا نتذوق. اخواتي طبعا في الكواليس ايه، اخواتي ورا الكاميرا يا جماعه. انا هدوق اول واحده صح؟ انتوا يلا. علياء اكبر واحده. علياء انا اصغر واحده اصلا. خدي يلا يا لولو. بصي في الطبق، ما تبصيش هنا. خدي حته كريم كرعي. لا خدي كويس، ذوقي كويس. علي انت جبت الطبق كله علي. 9/10 عشان مش بحب الكراميل. ماشي دورك انت يلا. 9/10 ماشي. 9/10 علياء. 9/10 يلا ذوق انت. يا حبايبي انتوا لازم تاخدوا 2 عشان تتذوقوا يعني ولا ايه؟ ايه يلا كم من 10؟ عايزه ادوق والله وهديكوا. 6/10. 6 من ايه؟ 6 من 6 يعني مش صح؟ ولا 6 من 10. انا مش بحب الكراميل فعشان كده. ماشي ادوق انا طبعا. يا بصيت لي فيها انت ولا ايه؟ مم. 10/10 عشان لا. لا الامانه 8/10 عشان حاسه اكل اطفال. لا مش هديكي تاني، بس حاسه اني ممكن اديها فرصه. ما تديهاش، انت اديتيها اصلا 9/10. التانية تديها فرصه مش انت. تحفه. ولا ما شافتش تربيه عامه يعني، طعمه خطير. انا مش بهزر، طعمها تحفه والله. بس تحسوها اكل اطفال يعني، عارفين اكل الاطفال لما تروحوا تاكلوا مثلا جنب اي عيل صغير، ده شبه اكل الاطفال. قولوا لي لو بتحبوا اجرب حاجات جديده واجيب اخواتي يقيموا كده. بس اقول لكم على حاجه، ولاء هما ايه في ايه بره عمالين يضحكوا كده يعني، بيضحكوا على اكلي. صح انا نسيت ادوق ماما، نسيت ادوق الملكه ما اكلتش. ازاي انت يا ولا اسكتي يا حبيبتي، ازاي الملكه ما تدوقش؟ خدي يا ماما دوقي وقولي لنا رايك. ده الملكه الكوين. يعني كام برضو؟ تيستفول. كم من تيستفول يعني ايه برضو؟ كم من 10؟ 10 of 10. اوكي ماما مدرسة انجليزي فبتطلع لنا الروح الانجليزية منها يعني. كلوك زباد لو كلوك ماما. كلوك زدور. استغفر الله العظيم يا رب على التربية. لا طعمها تحفة يا جماعة، مش بخبط في الطبق. قولوا لي لو عايزين نعمل في كل فلوج الموضوع ده، اعمل اكله جديده ونخلي اخواتي يجربوا، وماما طبعا الكوين تجرب في البيت. بابا ملوش في الحلويات، بابا اصلا من بعد المغرب مش بياكل نشويات وحلويات والكلام ده، عشان مش عامل دايت ولا حاجه، بس الفكره ان هو مش ازاي اقولها صحي وكده، اكتر واحد صحي فينا طبعا. السؤال هنا،
هل ممكن اجربها تاني ولا لا؟ الجواب هكتبها لكم في الكومنتس بجد. ادخلوا على اول كومنتس هتلاقوا الجواب. ماليش نفسي اذاكر تاني بجد، ما بهزرش. عارفين يا جماعه اللفه اللي هي بتبقى كده دي تقريبا لفه اتراك، حاسه كده يعني ده هو كده. خدوا لي صوره قولوا لي رايكم في الايلاينر. انتم سالمين؟ لا مشكله ما ذاكرتش اخر ماده. وعد يا جماعه سلموا، اعملوا كده. وعد يا جماعه ان انا هذاكر اخر ماده، اعملوا كده يلا يلا يلا. انتوا لسه ما عملتوش؟ يلا وعد ان انا هعمل اخر ماده.